السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. كاين واحد الترند مداير حالة في السوشيال ميديا. كاين واحد طفل لاجئ من اللاجئين السوريين والفلسطينيين منين جا الجزائر وقامت القيامة. على كل حال تكلمت أنا في هذا الموضوع من قبل، وتكلمنا على الصدمة وعلى الافتخار، الفخر الاجتماعي والصدمة الثقافية. تكلمنا على هذه الأمورات بزاف يعني في عدة فيديوهات، ولكن الحاجة اللي ما فهمتهاش في حياتي أنايا علاه لما يجي أجنبي وخصوصا من دول المشرق، سواء من الخليج أو من الدول العربية في دول المشرق، يجي الجزائر، علاه الجزائري يعني يبالغ في الانبهار بهذا الضيف. علاه يعني في الأعراف ولا في الثقافات الدول الأخرى، سواء الغربية منها أو العربية، السائح ولا الضيف هو اللي ينبهر بالبلد، بثقافة البلد، بشعب تلك الدولة. ولكن احنا عندنا العكس، احنا الشعب هو اللي ينبهر بهذاك الضيف، حتى انه يولي يخلص عليه ما يخلصش عليه بحجة الكرم. سبحان الله سبحان الله. تروح انت لدولة سائح يمدولك حاجة باطل، قسما بالله العلي العظيم. تروح لدول عربية ماهيش أجنبية ما نحكي لكش أحسن. تروح لدول عربية، المواطن في تلك الدولة لكن راح يدخل بارك عنده سعر، وانت كسائح أجنبي عندك سعر 4 مرات على المواطن أو 5 مرات. يعني الدولة تستفيد من هذا السائح، تديله صورته. احنا عندنا يحب يشكم، الشكيمة ماشية في الدم، انه يحب يكرم، ينحيها من فمه وفم ولاده، ويمد اخترمكش الكرم ما يكونش هكا. لكن حاب تكرم وتصدق، روح كاين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين كاين يعني كانت حاب تكرم انت، كاين الملاجئ، كاين دار الايتام، كاين. فنظن انه مشكلة، وخصوصا لما يكون في عندك انت مؤثر او مؤثرة خرجت او خرج من البلاد هذه وراه عاش في دولة اخرى، من المفروض يكتسب ثقافة، نظرة، فيزيون شوية. ولكن للأسف كي تعود وحدة من نخبة هذا المجتمع ولا واحد من نخبة هذا المجتمع ويسقط، يعني يكون الفوق خلاص ويطيح الطيحة هذه، كارثة. على كل حال أنا اللي غاضني في الفيلم كله، في الفيديو كامل، ليس هكذا يضرب المثل بالشباب الجزائري أو بالنساء الجزائريات. انتي تشرفيش المرأة الجزائرية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشباب الجزائري موش عبارة عن لاكوست ولاريني وجهة طالعة وجهة هابطة. ايش هذا الشاب الجزائري؟ كي تحب تلبس ضيف تلبسوا البرنوس، تلبسوا القشابية، تلبسوا اللباس التراثي، لباس الرجال مش لباس العرايا، والحديد قياس. السلام عليكم.